اول حاجه كده، انت لما تعرفنيش، انا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى الايديت والتعديل على الصور والشروحات اللي جايه جامده قوي. وقبل اي حاجه برضو انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله، ولو انت عايز تعليقك يظهر معنا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. وطبعا يا صاحبي لينك البرنامج اللي انا استخدمه النهارده هتلاقيه في الوصف في اول تعليق. ما تحاولش تحمله من متجر بلاي عشان النسخه دي مخصصه، يعني النسخه دي انا بص هتلاقي شبيه لها كتير على متجر بلاي، فحملها من اللينك هتنزل معاك على طول. عشان ما تطولش في فيديو النهارده يا صاحبي، اتاكد ان انت عملت لايك، ويلا بينا على الشرح. برنامج يا صاحبي هيفتح معاك بالواجهه دي كده. اول حاجه اقول لك اختار الصوره بتاعتك اللي انت عايز تعمل لها ايديت. طبعا البرنامج ده بيعمل لك الريتاش بتاع الايفون، بيعمل لك الالوان بتاعه الايفون، وبيعمل لك الغبار بتاع كل حاجه بتاعه الايفون في البرنامج ده. والبرنامج للايفون وللاندرويد، عشان في ايفونات برضو ما فيهاش الحاجات دي. طيب اول حاجه كده هتختار الصوره، وليكن مثلا انا اخترت الصوره بتاعتي، مش عارف يعني انا كنت في مود ايه وقت الصوره دي، بس قشطه ماشي. اول حاجه كده يا صاحبي معاك الفلتر. طبعا دي كلها فلاتر، تقوليش بقى فلاتر لايت روم، دي فلاتر مخصصه يعني شبيهه للايفون. فلتر تاني، فلتر تالت. بص يا صاحبي فلتر رقم 3 ده شبيه للايفون قوي، الفلتر اللي انت شايفه ده. طيب خلينا المهم في اول فلتر، انا شايف اول فلتر جامد. دي الفلاتر. في ايه تاني البرنامج؟ في حاجه اسمها الاضاءه. شفت الاضاءات يا صاحبي، اللون الاحمر اللي بيبقى عليك من هنا وبص بيبقى من ناحيتين. طبعا انت شفتها بص عند المشاهير كلها، شفت المشاهير كلها عامله صورك كده. بص عندك برضو اللون ده، وعندك الوان كتير، تقدر تختار اضاءات كتير زي ما انت شايف كده، واضاءات كتير قوي. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه يا صاحبي الغبار. عندك الغبار ده بتاع الايفون، عارف غبار الايفون اللي بيعملوه كده على الصوره بعد ما خلصوها؟ على فكره يا جدعان الايفون لازم بيستخدم برنامج زي ده، مش بيصور الصوره بتطلع كده، لا ابدا، لازم يستخدم برنامج زي ده. طبعا عندك غبار كتير قوي يا صاحبي. بص كل حاجه متاحه في البرنامج في النسخه اللي في اول تعليق وفي الوصف، زي ما انت شايف كده يا صاحبي، غبار كتير كتير كتير، خد راحتك. طيب بعد كده عندك يا صاحبي، عندك هنا 3 دي. لو انت عايز مثلا تدي للصوره بتاعتك شويه يعني ايه اللي هو ما يبانش مين في الصوره، وصل لك ال 3 دي ده. بص لو زودتها بتزغلل الصوره سيكه كده. طيب عندك هنا صاحبي الاطار. لو انت عايز تعمل اطار للصوره بتاعتك زي ما انت شايف كده، بتختار الاطار بتلاقي عمل لك اطار، بس مش بستخدمها على قد كده. طيب بص يا صاحبي عندك هنا التاريخ. لو انت عايز التاريخ مثلا يظهر بتفعل دي كده، بتلاقي اللي هو الزيرو زيرو ده ظهر عندك تحت. لو عايز تغير فيه بتضغط عليه اهوت، وبعدين بتقدر تغير فيه. لو انت عايز تكتبه مثلا تاريخ النهارده تكتب اللي انت عايز تكتبه. عندك وصفات دي ملهاش اي لازمه. واخر حاجه في البرنامج واللي هي المفروض في الاول بس انا سبتها في الاخر، اللي هي تصحيح الالوان، اللي انت تقدر تعدل الالوان بتاع الصوره. عندك السطوع والتباين والتميزات زي اللايت روم بالظبط، لو انت عايز تعدل الالوان وكده. وكده يا صاحبي شرحت لك برنامج النهارده بطريقه سهله جدا، وبص يعني الشرح ما عداش 3 دقايق. فكل اللي انا عايزه منك تعمل لايك، ولو عايزين برامج زي كده كتير انزل قول لي في التعليقات ونوصل الفيديو ده ل 500 لايك. والسلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.